أنا تعمدت أننا نقول لكم وراويكم هذا الفيديو اللي شفتوه، خليط من الجمهور السعودي والعراقي بعد المباراة. الهدف الرئيسي والأساسي في بطولات الخليج تحديدا يعني أن احنا نجتمع. اي صح في منافسة، صح فيها إثارة، صح أنا ممكن حتى أني أزعل وأبي أفوز، ما فيها نقاش، لكن المهم أن العلاقات الحلوة الهدف من بطولات الخليج هي هذه الجمعة الخليجية. ممكن في الملعب ترى تهاوش مع اللي جنبي، وممكن ترى بكرة أنا والعراقي نختلف بسبة حكم، هاي ما فيها نقاش، كورة. لكن أهم شيء أن العلاقة ما تخترب، أهم شيء أن احنا نرجع دولنا واحنا كل واحد فينا عنده ذكرى طيبة. اليوم السعودية خسرانة من العراق، وهذا المدرب السعودي زعلان بسبب الأرضية، لكن في النهاية المدرب السعودي ترى أول من هن المدرب العراقي وهن اللاعبين العراقيين، ما في واحد اثنين. واللعيبة السعوديين قالوا حق العراقيين مبروكين، والعراقيين قالوا حق السعوديين هارد لك. لا حد يحترق يعني، لا حد يحاول انه يعيش لحظة تشنج أو يتصيد في الماء العكر، عادي كرة قدم، بس انتهى الموضوع، 1 زائد 1 يساوي 2. فهذه الأجواء الطبيعية اللي احنا قاعدين نعيشها اليوم في البصرة في العراق بخليجي 25. بالمختصر مفيد، هم الاثنين اللي انتهت مباراتهم حطوكم قلب في النهاية. أبو جاسم مرخصتك. أنا أنطي ناصر بوسه على رأسه وعلى رأس كل سعودي. عشان إيه؟ لا والله الحين بتعرف عشان ايه. اصبر عشان ايه؟ اصبر شوي. يا سلام يا سلام حبيب يا سلام يا شفت اخر لعبة الكورة؟ هذا يمثل نفسه، ما يمثل الشعب العراقي وطيب الشعب العراقي. حبيب اخواننا وتاج على الراس. ما يحتاج يسلم راسك. وكل ضيوفنا الكرام. كفو يا شيخ. ترى معلومه بس ابو جاسم، الجمهور اللي توك شايفه هذا الجمهور توه واصل السعودي 400 شخص قال لنا استاذ ياسر حقين الرابطه توهم واصلين والحمد لله انهم وصلوا. حضروا المباراة ولا؟ اي توهم المباراة. هذا تصريح اخوي الاستاذ ياسر المسحر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قال قرابة 400 شخص جايين من السعودية والحاضرين وبيحضرون مباراة العراق والسعودية، عويذ الله من شرك. واليوم كان عندنا لقاء. لحظة شوي، والله ما تاكل. لا اله الا الله. والله ما ياكل. عصام لو سمحت، حوقف الحلقة بس شكرا لو سمحت. انا باكل نجيب وانا لا حتى انت مو بزين لك، ترى في الليل مو بزين السكر يا جماعة. امتحان يعني. السكر مو بزين. تمرينة واحدة والله خلاص. لا والله تمرينة واحدة. انا قلت لو سمحت لو سمحت انا مسؤول عنك. لو سمحت عصام لو سمحت. قياده هنا يا عصام. اليوم مع مراسلنا محمد السعدي، سعادة السيد عبد العزيز الشمري سفير المملكة العربية السعودية أو سفير خادم الحرمين الشريفين في العراق، سوى مقابلة. خلونا نشوف المقابلة.